اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنكمل بارتيكلز. الفيديو النهارده مش هيبقى طويل قوي عشان احنا بنمهد لفيديوهات مهمه جدا جدا، وهي ريجيد بوديز وسوفت بوديز، ودي هتبقى 3 4 فيديوهات الفتره اللي جايه. دي اخر جزء في ازاي نعمل بارتيكل ايميترز ونستخدمها بشكل يعني مختلف عن المره اللي فاتت. ليه بنمهد لبارتكلز اللي هي ريجيد بوديز، وهنتكلم بعد كده على ريجيد بوديز عباره عن ايه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. عشان ايميترز عندهم كواليتي لطيفه قوي، بس ليها برضو حاجات نقط ضعف كتير. يعني مثلا قول ان انا عايز ان انا اوقع مطر مثلا، او قبل ما نعمل موضوع المطر، لو انا مثلا عندي كور زي كده، زي دي مثلا، عادي ايكوسفير. ولو محدش شاف الفيديو اللي قبل ده مهم جدا نشوفه. نيجي هنا نعمل بارتيكل سيستم جديد. احنا خلاص عرفنا هير، احنا لسه دلوقتي في اميتر، والاميتر شغال. انا عايز ان الكور تقع في يعني ايه جوه زي كيوب مثلا، كيوب مفتوح. فلو انا مثلا عملت كيوب كده، والكيوب ده انا عملت سكيل مثلا، وشلت الفيس ده وعملت كده، هتلاقي ان مفيش حاجه بتحصل. اي حاجه عايز ان هي تخبط في حاجه جوه بلندر، محتاج تخليها كوليجن. شايفين دي هنا في فيزيكس؟ وبصوا دي الريجل بوديز والسوفت بوديز اللي انا بتكلم عليها. الريجل بوديز من الحاجات اللي بتطلع نتائج قويه جدا وشغل حلو جدا. بس انا دلوقتي عايز الحاجات دي تقع جوه المربع ده. فاشغل كوليجن، ادوس هنا واسيبه. دلوقتي انا مش عايز اعمل بيه حاجه، انا عايز اشوف بس النتيجه عامله ازاي في الاول. لو شغلت هتلاقي ان هو اهو بيقع جوه الشكل، وتلاقيه بينط تاني. يعني انتوا لو لاحظتوا في كور بتطلع تاني. استنوا مثلا لو انا جيت هنا وعملت البارتيكلز 20 مثلا، بصوا اهي، بصوا ترجع تاني. وطبعا عشان بتختفي بعد فترة، عشان احنا زي ما اتكلمنا كل واحدة منهم عمرها 50 فريم. فانا لو خليت دي مثلا 300، بصوا هتلاقيها اهي طالعة وايه خبطت تاني، هتقعد تخبط كده. طيب لو انا عايز ان هي تثبت في الشكل بتاعي بعمل ايه؟ باجي هنا في الكوليجن ده، وعندي كذا حاجه. عندي حاجه اسمها permeability دي يعني عارفين في مثلا لما تجيبوا قماش، في قماش معين ممكن ترش عليه ميه وتلاقي ان هو بيعدي الميه من الناحيه التانية عشان في فتحات صغيره كتير. ده معناه ان البرميبيليتي بتاعته عاليه. في حاجات ماتيريال مش بتعدي ميه منها، دي ما عندهاش permeability. فانا لو خليت دي مثلا واحد، بصوا هتلاقي ان هو بيعدي من خلاله. خليتها اقل شويه، هتلاقي ان في منهم بيعدوا. لو دي ميه هتلاقي ان في منهم بيعدوا وفي لا. اتنين من الاتنين على بعض اهو. بصوا هتلاقي في حاجات عدت وفي حاجات لا، عشان بيراميدي نص نص. طبعا احنا مش عايزينه يعدي، احنا عايزين حاجه اسمها ستيكنس، ان هي تلزق. وكل ما الستيكنس يبقى عالي، كل ما الاوبجكت يلزق اكتر على السيرفيس بتاعه. ممكن نعمله كده وممكن نكتره، يعني دي مش ستيكنس كفايه. بس لو لاحظتوا النطه بتاعت الكوره بتقل عن المره اللي فاتت. فلو خليت دي مثلا 5 وشغلته، بصوا هتلاقيها ابتدت تلزق في الشكل بتاعي اهو. فاهمين الفكرة؟ لو انا جيت هنا خليت ان الشكل ده، جيت هنا خليته، احنا طبعا عايزينه الشكل بتاعنا اللي هي السفير اللي احنا لسه عاملينها. فانا هعمله اوبجكت وانستنس اوبجكت، واختار الايكوسفير، وطبعا هكبر السكيل بتاعها. هنلاحظ حاجة، هنلاحظ ان الشكل يعني بيخبطوا في بعض عادي وبيخشوا في بعض، وانا طبعا مش عايز حاجة زي كده. ودي بقى نقطة ضعف الاميتر. نقطة ضعف الاميتر من ناحية ايه؟ من ناحية ان هو كشكل مش بيسمح لي الا ببلجنز معينة بشكل كويس، يعني ان يخلي البارتيكلز يخبطوا في بعض. في حاجة اسمها بويدز، بس دي برضو ليميتنج جدا، يعني ان هي تعمل حاجة زي كده. عشان كده دايما زي ما كنت بقول لكم، احنا بنمهد للاهم بقى اللي هو الريجيد بوديز. ده اللي بيسمح لنا نخلي اوبجكتس تخبط في بعض بشكل جميل جدا، وتطلع فيديوهات وشغل شكله بروفيشنال جدا. فهنا انا لو انا شغلت هعمل المنظر ده. طيب هل في حاجات تانية انا ممكن اعملها؟ اه ممكن اعمل. شايفين بارتكلز هنا؟ انا عندي حاجة اسمها فريكشن. فريكشن دي اللي هي قوة الاحتكاك. كل ما بعليها كل ما ان الشكل مش هيتدحرج بشكل اكتر. دامبنج هي ان الشكل لما بيوصل يعني كانه بيدمب الفورس بتخبط فيه جامد، فكانه بيهدي الفورس شويه.
بس معظم الحاجات دي انا شخصيا ايه بقى الحالات، يعني احنا بنسال نفسنا طيب احنا ليه بنتعلم اصلا يعني اميتر لو احنا مش هنستخدمه كتير؟ اميتر طبعا الحالات اللي مثلا قول ان انا عندي سين، والسين ورا كده عايز ان في مطر يبقى بيبان، والمطر هيبقى مثلا شكله عامل كده مثلا كده مثلا، واخلي طبعا ديسيميت للاوبجكت الاساسي عشان انا لو مطر انا مش محتاج كل الجيومتري دي، انا بس عايز الشكل يبقى عامل كده جميل قوي. لو انا جيت انا اشيل ده دلوقتي، لو السين ده ورا ومثلا انا عامله ان هو 30,000 مثلا، لو السين ده ورا كده طبعا دي مطره زياده شويه. لو حاجه بعيده عادي مفيش مشاكل، بالعكس انا ممكن اقلل كمان اللايف تايم بتاع كل واحده فيهم. لو مثلا نقول ان انا في مشهد عامله لاندسكيب وفي مثلا هضبه كده، فانا من بعيد كل اللي انا محتاج اشوفه ان في مثلا مطر جاي من فوق خالص كده، هتشوفوه دلوقتي اهي. كل اللي انا محتاج اشوفه حاجه زي كده. ممكن اقلل طبعا السكيل بتاعه عشان السكيل كبير قوي. مطر جاي كده مثلا، ممكن حتى اكبر السكيل بتاع الاوبجكت كله عشان المطر يبقى عامل كده مثلا. فده مثلا حاجه ممكن تنفعني، ممكن تنفعني جدا. مش هحتاج بقى ان انا افكر يخبطوا في بعض ولا مش يخبطوا في بعض. طب هم ليه مش بيخبطوا في بعض ليه؟ عشان هو مفيش بعيننا نقدر نشوف مطر وتخبط في مطر، دي حاجه ما بنشوفهاش قوي. فاهمين الفكره؟ فده التمهيد اللي انا كنت عايز اعمله سريعا قبل ما نخش في ريجيد بوديز. احنا لما نيجي نخش في ريجيد بوديز هنتكلم بقى في ازاي الحاجات تخبط في بعض، وهنتكلم في كذا كذا حاجه شبه كده. انا حبيت ان نقفل كده على حاجه خفيفه اللي هي الاميتر، عشان الجزء اللي جاي اصعب شويه، بس ان شاء الله هنتبسط فيه جدا وهنتعلم كتير. وبشكركم جدا على متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.